السلام عليكم شباب بنات. اليوم وياكم ابو حسن قلبا وقالبا. طبعا بكل يوم ويوم من وياكم ابو حسن قلبا وقالبا. طبعا مستمرين بحلقاتنا الجميله والحلوه. يعني بس اريد اوصف قلوبكم شلون، اريد اوصف جمال قلوبكم شلون بهذا تفاعلكم الحلو اللي يخبل. اليوم طبعا يا شباب وبنات جبت لكم الكباب العراقي الاصيل، كباب اربيل الضيم على طريقه كباب اربيل. اليوم سويت، قول بسم الله الرحمن الرحيم ونبلش. وقبل ما نبلش يا شباب شو نسوي؟ قلنا بلايك وخلي يصعد العشاق. هذه المشاوي اللي تخبل، جبت لكم فليفله هاي كامل. يلا يا بسم الله. احنا شو نسوي؟ اول شيء سوينا لفه من هاي المضبوطه. طبعا ما اريد اطول مقدمه، ولكن اهل الفيس ربي يحفظكم ويعطيكم الصحة والعافية. طبعا تفاعلكم هذا يعني اقسم بالله العظيم شجعني لهذا الشيء فول. اهل الفيسبوك اموت عليكم كلكم، وجمهور الجديد ربي يحفظكم ويعطيكم الصحة والعافية. واهل التيك توك ما تقصرون انتم، قوالي انتم. احنا عليه جايبين خبز هسه، شوف يعني لين. اول شيء ننزل الحنجرة، يا الله. طبعا حتى اذا ما يطلع 100% مثل كباب اربيل، ولكن سويتها على الطريقة الصحيحة والله. هسه نجيب لنا شيشة، نجيب لنا من هذا الفلفل المشوي اللي خبر، بصل بالسماق اذا ما يعني تشويه على الكيف. هاي الطماطم اقلبي بهاي الصفحة. الله هي وقعت من حالة بمكانها، بس ارشي الإهاية. رش عليها رشة ملح خوش. والابوي اضرب تاق الصعبة اقول له يابا مو عازمنا على كباب، وين ثولتها؟ الفيسبوك يموتون على التاقات. صاحب يوفي ما يفعل. يوفي شنو؟ يوعد وما يفعل. اللفة صارت خنفشارية. صراحة دائما ويا المشاوي يقولوا له احمد ليش ما تجيب كولا، تجيب مشروب شيء يعني ما هذاك. بصراحة انا ما احب المشروبات الغازية ابد. طلعت حادة ولا حكمت؟ دائما تكتبوا لي مشاوي مشاوي، ولكن والله العظيم مجال مكان يصير منه اشوي نار. سبحان الله هاي الفلفلة بدايتها حلوة ونهايتها حار. أنا بصراحة أحب الكباب
بدون خبز. تستلذ بالطعمة، تجيك الطعمة الأصلية مالت الكباب. ورتنا ورا هاي. بابا شيش شيش وشيش شيش. هاي شو سويها؟ نظفت صفحة منها، شوف بس خرطها خرط هيك، وشو طلعت؟ تموت. ويلي يابا هيك. تمام. كنا اليوم شوية نغير بالمشاوي، خلينا شوية بصل. أهم شي البصل عندكم، وين هاي؟ يا ويلي. والطماطة، الطماطة ضيم يا شباب، ما شاء الله تبارك الرحمن. وهاي اللقمة الزينة. هاي الفلفل الحمر بالشوي ومع المشاوي يعطيك نكهة غريبة، نكهة طيبة. شوف بالأخص إذا يكون الخبز حار، تكون السفرة مرتبة. والله اللفة قبل شوي كانت طيبة، بس ما خلينا قبل فيها فلفل أخضر. يعني والله العظيم حرارتها مو طبيعية. يا ما شاء الله. والله هاي نقصها هيك. تمام. نخليها بهذا الشكل، خلي عليها رشة النوب ملح. إبداع إبداع. مشاوي أبو حسن إبداع. إن شاء الله إذا رجعت للعراق فتحنا مطعم بيش باسم أحمد العالمي، ويشرف كل اللي يجون من كل المحافظات ومن كل الدول. بعد روح. صالحك ما تجيب صحنك قبل ما يبرد. لفهم بابا، خلي الطماطات مالك، خلي الفلفل مالك. صراحة أنا حيل أحب المشاوي، ولكن يراد لها وقت.
طيب شيء بعد مو يدل الحكم تعب وياي شغل المنقل لازم شنو لازم نداريه أي بشر إن كان رجل أو كان أنثى الله عليكم نحكي بالفصحى أحمد العالم إذا ما تداري يضيع والله. طبعا أنا بصراحة أخليها آخر لقمة بدون خبز حتى طلب طعم للمغرب. انتو دمرتني دمار. هاي اللفة المن وانا راح اضرب تايتو صاحبي لان انا موعده بشيشن كباب والله جابها عدل انا مسوي اليوم وبيته قريب خابره على السلعجين. خلصنا من العزيمة. قال منين؟ قول جو من المطعم. والله بيدي شويته كافي. أنا بصراحة ما أحب ألح على نفسي. أرقى شيء تخلي معدتك مرتاحة. ليش؟ لا تسمن ولا تضعف، جسمك يظل ثابت. يعني دائما ينبهوني بالتعليقات ليش تشرب باليسار. طبعا هاي من اكل بيها تشريب تتوسخ. ايش تنجبر انه تشيلها باليسار. يعني انا اعرف ببالي والله العظيم. جزاكم الله خير على كل شغله تنبهوني بيها بالتعليقات. ربي يحفظكم ويعطيكم الصحه والعافيه يا ربي. احلى جمهور واحلى عائله بالدنيا. ان شاء الله يكون عجبكم المقطع ولا تنسونا باللايك والاشتراك وتفعيل زر الجرس. ربي يحفظكم ويعطيكم الصحه والعافيه. وتحية من صميم قلبي لكل متابع وأخ وأخت طبعوا عندي جديد بالقناة. أموت عليكم كلكم. باي باي.